السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. إحنا هنمشي كلاس باي كلاس، هنحل مع بعض الأسئلة اللي وردت في امتحانات مصر السابقة على النظام الجديد. أوكي؟ اللي على كل كلاس. النهاردة ده كلاس 10، فالأسئلة اللي جت على كلاس 10 هو actually 9 and 10 يعني، اللي هو بيتكلم على المagnetic field around straight wire carry current. اوكي، بسم الله. طبعا جنب منكم بقى هنا ده تجريبي سنة 20 trial exam 2021. Along straight wire carrying electric current of intensity I as in figure. Which one from the following expressions represent correctly the magnetic flux density B that is produced at point X, Y و Z. طيب طبعا مش محتاج ان احنا نأكد على معلومة ان المagnetic flux density B بتساوي ميو I over 2 باي دي، اللي منها اقدر اقول ان البي والدي inversely proportional. يبقى كل ما الديستانس تقل، كل ما قرب من الواير، كل ما المagnetic flux density تبقى عالية، وبناء عليه يبقى اعلى magnetic flux density الاقرب نقطة من الواير اللي هي نقطة X، فيبقى B of X greater than B of Y. اوكي، اللي بعده المفروض هنا زي ما انتم حضراتكم شايفين trial exam 2021. طيب انا معايا two wires carrying current in opposite directions. نقطة P قريبة من الواير 2ID ومن الواير I 2D. كويس. The resultant magnetic flux density at point P due to the two electric wires that passing through the two wires X and Y is B total. بصوا بقى، زي ما اتفقنا مفيش حاجة ببلاش. طالما اداك معلومة يبقى لازم تستغلها. ما تكملش السؤال، الأول نشتغل على المعلومة دي. أنا معايا two wires I ودبل I. يبقى المagnetic flux density بيني وبينك كده، تعالى كده. هنا ده الكرنت، فيبقى المagnetic field عند P out of page وده out of page. يبقى المagnetic field عند P، المagnetic flux density عند نقطة P نبدأ بيها equals المagnetic flux density من الواير الأولاني اسمه ايه؟ ليه اسم ولا مش مسميه؟ بدل ما نسميه 1 و 2، الواير الأولاني Y plus X by plus bx، يبقى ميو I over 2 باي المسافة بدي plus ميو I over 2 باي المسافة هنا الواير ابو I المسافة 2D. اوكي over 2D. اوكي، انا ممكن اخد ميو I over 2 باي دي common factor، فيبقى لي هنا 2 plus half، فتطلع بتساوي 2.5 ميو I over 2 باي دي. دي اسمها هنسميها ايه؟ دي المagnetic flux density عند نقطة P اللي هو قال لي سميها لي B total. حاضر يا سيد الناس، نسميها لك B total ولا يهمنا. تعالوا بقى نبدأ نشوف ايه اللي حصل. When the direction of the passing current in wire X is reversed، يبقى الواير X هي ريفيرس. اوكي، الواير X ده الأقل في الكرنت، الواير X الأبعد من نقطة P. كده دي شواهد بتدل وتؤكد ان المagnetic flux density بتاع الواير X هيقل ويصبح الواي هو الأعلى. كويس. طيب الحالة الجديدة المagnetic flux density نيو equals المagnetic flux density Y minus المagnetic flux density of X 2 mu I over 2 by D minus mu I over 2 by 2D
فتطلع بتساوي، هناخد الميو اي اوفر 2 باي دي كومان فاكتور، يبقى لي 2 ماينس هاف اللي هي تبقى 1.5 ميو اي اوفر 2 باي دي. نركز كده مع بعض ثانيه واحده. طيب من هنا انا اقدر اقول ايه؟ ان الميو اي اوفر 2 باي دي المعلومه القديمه اوكي ايكوالز بي توتال اوفر 2.5. جميل، ماشي. نجيب الماجنتيك فلكس دنسيتي الجديد، يبقى هنا صفحه جديده 1.5 ميو اي اوفر 2 باي دي. تمام، احنا قلنا الميو اي على 2 باي دي هنشيلها ونحط بدلها بي توتال على ديفايدد باي 2.5، يبقى البي نيو equals 1.5. اشيل دي واحط بدلها بي توتال divided by 2.5، يعني هنا دي 3 over 2 وهنا بي توتال divided by 5 over 2، يعني بحب اشتغل كده احسن، فتطلع في الاخر خالص 3 over 5 بي توتال. شكرا، اللي هي تبقى الاجابه لتر A، فتصبح الاجابه لتر A 3 over 5 بي توتال. جميل، اللي بعده June 2021. The given figure shows 4 straight conductors that are carrying currents I1, I2, I3, I4. If the magnetic flux densities at points X, Y, Z are equal, the magnetic flux density is equal, so the greatest electric current intensity. بصوا لي كده، أنا هنا هفكر إزاي. المagnetic flux density بتساوي ميو I over 2 باي دي، أو أقدر أقول إن الميو I بتساوي بي دي 2 باي. حلو، واخد بال حضرتك الآتي ايه؟ الميو ده كونستانت، ال2 باي كونستانت، المagnetic flux density كونستانت، بناء على كلامه ان جميع النقاط عندها نفس المagnetic flux density، وبناء عليه اكتشف ايه؟ ان الاي دايركتلي بروبورشنال مع الدي، يبقى اعلى كرنت عند اعلى ديستانس، او اعلى ديستانس عندها اعلى كرنت، عشان يحصل الكونديشنز اللي هو بيحكي عليها. فالكرنت والديستانس دايركتلي بروبورشنال، يبقى اعلى ديستانس ابعد نقطه عندها اعلى كرنت. كل سنه وانت طيب، اللي هي لما تبص كده حضرتك اللي هي لتر اوكي دي، اوكي اللي هي اي 4. جميل، جميل قوي. اللي بعديه August 2021. In the given graphical relation, the magnetic flux density at point B due to currents and 3 different long wires X, Y, Z. So تعالوا لي ده بي واي، X Y Z. اوكي، X و Y و Z. كويس. هنا السلوب Y على X، يعني بي اوفر اي. تاخد كام في الامتحان؟ صفر. فاكر نفسك يا عبقرين وعصرك واوانك جبت الديب من ديله؟ انت ما عملتش حاجه. طيب، ولكنها خطوه على الطريق الصحيح، اللي هو اقدر اقول ان البي ايكوالز ميو اي اوفر 2 باي دي، يبقى البي اوفر اي ايكوالز ميو اوفر 2 باي دي. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان السلوب انفرسلي بروبورشنال مع الدي، فاقول لنفسي اعلى سلوب اقل دي، يعني اقرب نقطه. اعلى سلوب اكس، يبقى اقل ديستانس اكس، يعني اقرب نقطه للواير. لو ده الواير يبقى اقرب نقطه للواير اكس، يليها واي، واقل سلوب
زد، يبقى ابعد نقطة عن الواير زد، يبقى ادي الشكل اللي انا تخيلته اكس واي زد، وبناء عليه يبقى represent so such point is nearer to wire z than wire x. near to z، لا ده z دي ابعد حاجة. طيب equidistance no، يعني مسافات متساوية no. near to wire x than wire y yes. wire x اقرب نقطة للواير، وبناء عليه فانا شايف ان الاجابة letter C. اللي بعديه a straight wire carrying current of intensity I placed in a uniform magnetic field of flux density. So the order of resultant magnetic flux density B at point A, B, A, E, C, D. طب مبدئيا ده الواير which carry current يبقى عامل magnetic field هنا into page وهنا out of page. يبقى اعلى magnetic flux density لما المagnetic flux density بتاع الواير والاكسترنال magnetic flux density يبقوا in the same direction يبقى سي ودي. بس اعلى حاجه على الاطلاق الفلكس density عند سي اعلى من دي. اشمعنى؟ لان سي قريبه من الواير فالديستانس قليله فاعلى. يبقى اعلى ماجنتيك فلكس دنسيتي على الاطلاق سي، يليه الماجنتيك فلكس دنسيتي بتاع دي. بالمناسبه اضرب عين كده، مش هبص في الباقي، هتكتشف الاتي: ان في الاختيارات ما عنديش غير اختيار واحد، ودي بتحصل ساعات، ان بيجيب لي الدنيا سؤال سهل اللي هو لو انت ذكي انف على طول تلقط حاجه اعلى ماجنتيك فلكس دنسيتي عند نقطه سي، تبص في الاختيارات ما تلاقيش ولا اختيار بي سي اعلى حاجه غير اختيار اي. شكرا. طيب August 2022 straight wire is carrying current of intensity I اهو كويس as in figure. A و C are 2 points beside the wire. Yes شايفينهم اهو. So the ratio between magnetic flux density عند نقطة A و C، وماله حبيبي بص كده، المagnetic flux density of A divided by المagnetic flux density of C بتساوي، هنا انا عندي مفيش متغير واحد هو الديستانس، يبقى والفلكس density والديستانس inversely proportional، يبقى بتساوي distance of C على distance of A. الديستانس of C باي سكوير والديستانس of A باي، طير الباي مع السكويره اصبحت الريشيو باي اوفر 1 اللي هي باي اللي هي كل سنه وحضرتك طيب لتر دي. جميل. هنا قبل ما احل السؤال ده عايز افكرك بحاجه مهمه قوي. ايه؟ ان الارض لها ماجنتيك فيلد. وانس انك انت تحط الكامبس على اي منطقه اي مكان على وجه الكره الارضيه فتلاقي الكومباس بتاخد النورث ساوث دايركشن، بتشاور لك على النورث جيوغرافيكال بول والساوث جيوغرافيكال بول. كويس. والكومباس تتهبل وتنسى الدايركشنز لو قرب منها اكسترنال ماجنتيك فيلد، ودي من الدلائل اللي بتدلني على ان لو انا بدعي ان اللي في ايديا ده ماجنت قربه من كومباس، لو الكومباس انحرفت يبقى معنى كده ان ادعائي سليم. انحراف الكومباس يدل على ان اللي في ايديا ده ماجنت، ما انحرفتش يبقى انا بستهبل ولا هو ماجنت ولا نيله. طب كويس. طب لو الكومباس قعدت في النيوترال بوينت، النيوترال بوينت هي نقطة عندها المagnetic flux density equal 0. لو الكومباس قعدت في النيوترال بوينت only affected by magnetic field of the earth، وترجع ما هي نيوترال بوينت. يعني مثلا هنا دول 2 wires carry current in the same direction، فيبقى في الميد بوينت دي ودي في الميد بوينت
دي نيوترال بوينت. في الميد بوينت ما عنديش ماجنتيك فلكس دنسيتي من الوايرز، يبقى في الميد بوينت الكومباس not affected by magnetic field of the wire and it's only affected by magnetic field of the earth. وبناء عليه أيها العظماء فيبقى هنا اللي هيحصل في الكومباس هتبقى keeping its position without deflection. اوكي هنا يا باشا two parallel long wires X and Y. Normal distance between them 0.5 meters. That trial exam 2023. Guys, the two wires carrying currents pass in the same direction. Guys, okay. The value of the current in wire X I والY 3I. فكده بقى استنى بقى. يبقى X I Y 3I. A neutral point in between them. النيوترال بوينت اقرب للواير الاقل في الكرنت. النيوترال بوينت هتتقسم بنفس الريشيو بتاعت الكرنت. يعني لو دي تبقى دي كام؟ 3 دي. طب هو مديني المسافه دي كلها بكام؟ 0.5. ايه رايكم؟ ال 4 دي equals 0.5 يبقى ال دي equals 0.5 divided by 4 فتطلع بتساوي 0.1125 meters. يبقى إذن 0.125 meters وهنا 0.375 meters. تعالوا نشوف الاختيارات بيقول لي ايه في الاختيارات. تمام. So the position of neutral point is at distance 0.125 meter from wire Y. لا يا حبيبي هي 0.125 meter خلاص from wire X. اهي لو مش شايف ادي الواير X ادي الرسمه اللي احنا اشتغلنا عليها. اوكي اللي بعده. طيب نبص مع بعض على example 2023 جون. فبيقول ايه؟ The figure represents two long straight current carrying wires A and C. neutral point عند Z. خلاص؟ يعني neutral point هنا. طب وطالما النيوترال بوينت هنا بص يا بيه يبقى الريشيوز بتاعت الكرنت زي الريشيو بتاعت الديستنس. اوكي يعني عايز تقول ايه؟ هنا الريشيو دي 1 to 4 يبقى لو الكرنت هنا 1 يبقى هنا 4 يعني ده قد ده 4 مرات يبقى 2 divided by 4 فيطلع الكرنت هنا 0.5 امبيرز. طيب ويبقى النيوترال بوينت in between the two wires يبقى لازم ال two wires carry current in the same direction فيبقى 0.5 amperes in the same direction. اوكي اللي بعده هنا دول two wires carry current واحد لفوق. طب هو عايز ايه؟ In the given figure two parallel long wires carry currents I1 and I2. So the point Y is a neutral point. طب Y دي mid point in between the two wires يبقى لازم يكون ال two wires carry currents in the same direction ونفس الفاليو I2 يبقى ال I2 بيساوي ال I1 in the same direction عشان دي ال Y تبقى neutral point في الميد بوينت بالظبط. يبقى الماجنتيود اوف I2 هيساوي I1 ويبقى upwards عشان في يبقى نفس الدايركشن بتاع الواير الاولاني. اوكي هنا ده بيفكرنا لو انا معايا ستريت واير كاري كيرنت يبقى لازم تخلي بالك ان الديستانس اللي بتعامل معاها هي البيربنديكولار ديستانس من الواير. دي نقطه زد دي البيربنديكولار ديستانس. طيب هنا نقطه واي ماليش دعوه بدي دي البيربنديكولار ديستانس.
وبناء عليه فلما تشوف كده فيبقى الواي هي اقرب من الواير، فيبقى المagnetic flux density عند واي اعلى من المagnetic flux density عند زد، فيبقى البي اوف واي اللي هي اقرب، لان الديستانس اهي قدامك اهي بالنظر، ادي الديستانس، ادي واي في النقطه دي وهنا دي زد، فيبقى المagnetic flux density عند نقطه واي greater than المagnetic flux density عند نقطه زد، هنا into page وهنا into page، و they are in the same direction ايها العظماء. اوكي جميل. طيب August 2024، بص لي هنا السؤال ده حلو بتاع ريشيو كده بتاع رابعه ابتدائي. In the given figure the ratio between B of X, B of Y, B of Z. طيب ما هو المagnetic flux density والdistance inversely proportional. طيب هنا دي على بعد قد ايه؟ K 2K 3K، يبقى دي K 2K 3K، يبقى دي الديستانس، فهو بيسأل على الريشيو ما بين المagnetic flux densities. اوكي، فيبقى البي والدي inversely proportional. اوكي، يبقى الفلكس density هنا 1 على K، اوكي، 1 على 2K، 1 على 3K. جميل. ايه رأيك نطير الكي، بقت الريشيو 1 to half to 1 over 3. ايه رأيك نسمبلها، فنضرب الريشيو دي كلها multiplied by 6 اللي هو في الدينومينيتور، فيبقى 6 2 3 2 2، فيبقى الإجابة لتر A، وأعلى magnetic flux density هيبقى عند نقطة X. كويس، يبقى احنا عملنا ايه؟ لمينا الدنيا على كلاس 9 و 10 في الأسئلة اللي جت في امتحانات مصر الرسمية في النظام الجديد. لا يسعنا نقول غير الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة، هتوحشونا، مع السلامة.